السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في مملكة النادي الأهلي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين. التفاصيل الكاملة لنقل السوبر الأهلي لقطر وميدو يهاجم. قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عودة السوبر الأفريقي لدولة قطر من جديد، والذي سيجمع النادي الأهلي ونهضة بركان، كون النادي الأهلي هو بطل دوري أبطال أفريقيا ونادي نهضة بركان بطل الكونفدرالية على حساب بيراميدز. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل بضعة أيام كان قد أعلن عن إقامة السوبر الأفريقي في مصر، وكان هذا الأمر أعلن عنه عمرو الجنايني، والذي أكد أن الاتحاد المصري لكرة القدم اتفق مع الاتحاد الأفريقي على عودة نظام بطولة السوبر الأفريقي القديم، وهو خوض بطل الأبطال مباراة السوبر على ملعبه كما كان يحدث في السابق. نهضة بركان يرفض إقامة السوبر في مصر. نهضة بركان رفض هذا الأمر، وقاد فوزي لقجع ضغطا ومفاوضات مستغلا نفوذه داخل الاتحاد الأفريقي كونه النائب الثالث للكاف من أجل استمرار اتفاق الاتحاد الأفريقي مع الاتحاد القطري وخوض السوبر الأفريقي بقطر على أن تكون آخر نسخة هناك، خاصة أن الاتحاد الأفريقي كان لديه اتفاق مع الاتحاد القطري على إقامة السوبر. هناك 3 نسخ أقيمت، نسختان كل من الترجي والرجاء، ونجح الفريق المغربي في الفوز على الزمالك والترجي، ونجح الزمالك في تحقيق اللقب العام الماضي. فوز لقجع ضغط لعودة السوبر الأفريقي في قطر، ونجحت مساعي وضغوطات فوز لقجع في تراجع الاتحاد الأفريقي عن قراره بإقامة السوبر الأفريقي في مصر ليصدر قرار أمس بإقامة السوبر الأفريقي في قطر. ولكن في النصف الأول من العام المقبل، وبالتحديد سيكون قبل بداية كأس العالم للأندية، على أن يخوض الأهلي السوبر الأفريقي ويستمر هناك من أجل خوض مباراة كأس العالم كونه ممثل القارة الأفريقية. ميدو ينتقد سيطرة المغاربة على الكاف. وعبر حساب رسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كتب أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق والذي يعمل إعلامي في الوقت الحالي: المغاربة بيتحكموا في الاتحاد الأفريقي، بيلعبوا ماتشات وقت ما هم عايزين في المكان اللي هم عايزينه. وأضاف أحد أصدقاء المغاربة: أقسم لي من الأسبوع الماضي أن السوبر الأفريقي هيتلعب في الدوحة. الاتحاد القطري يوضح سبب التأجيل. وقال مصدر من داخل الاتحاد القطري في تصريحات صحفية: هناك ازدحام في الشهر الحالي، وخاصة هناك تنظيم بطولتين خلال شهر ديسمبر، وهما نهائي دوري أبطال آسيا والمقرر إقامته يوم 14 أو 18 من ديسمبر الجاري، إضافة إلى كأس الأمير والمقرر إقامتها في اليوم التالي مباشرة، ما يمثل ضغط على الاتحاد القطري. لذلك طلبنا تأجيل المباراة. الزمالك بيعود للأزمات من جديد، وأسرار ليلة غاضبة عاشتها جماهير الزمالك بالأمس. تفاجأت جماهير الزمالك في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ببيان صادم من قبل اللجنة المؤقتة لإدارة النادي، والتي تم الإعلان أن فيه مديونات الزمالك تجاوزت ال1 جنيه. وهاجم طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين في الزمالك البيان عبر قناة النادي الرسمية وقال: أنا مش فاهم موعد البيان، هناك تضارب في بعض القرارات ومش عاوزكم تتضايقوا مني، ولكني أتحدث عن حرقتي على الزمالك. الأشخاص يرحلون ولكن الزمالك هو من يتبقى. لا يصح أن يصدر هذا البيان مع بداية الدوري. لو مش قادرين تديروا الزمالك قولوا. وقررت على الفور إدارة الزمالك بإحالة طارق يحيى للتحقيق لهجومه على اللجنة في قناة النادي، ليخرج بعد ذلك ويعلق طارق يحيى وقال: مش فارق معايا، المهم مصلحة كيان الزمالك. وجماهير الزمالك تطالب برحيل لجنة الفشل. وأشعلت هذه الأحداث غضب جماهير الزمالك عبر السوشيال ميديا، وتصدر هاشتاج رحيل لجنة الفشل بالزمالك تويتر مطالبين برحيل لجنة إدارة النادي، معتبرين أن البيان الذي صدر جاء في توقيت غير مناسب، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة مهمة جدا في افتتاحية الدوري أمام المقاولين العرب بكرة السبت إن شاء الله. 1,000,000 جنيه وخصم نقاط وهبوط، عقوبات رادعة للانسحاب من الدوري. أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة مازن مرزوق عقوبات حالات الانسحاب من مسابقة الدوري الممتاز الموسم الكروي الجديد 2020-2021، والمقرر انطلاقه اليوم الجمعة بإقامة 3 مباريات تبدأ في 2:30 عصرا وتجمع إنبي وأسوان على ملعب بتروسبورت، وفي 5 مساء يلتقي طلائع الجيش مع الجونة على ملعب جهاز الرياضة، وفي 7:30 مساء يستضيف الإنتاج الحرب نظيره سيراميكا كليوباترا على ملعب السلام. وبعد ظهور حالات انسحاب من مباريات بطولة الدوري في المواسم الماضية، قررت لجنة المسابقات برئاسة مازن مرزوق تغليظ العقوبات بشكل كبير لتكون رادعة لكل الفرق
التي تهدد بالانسحاب. وكشفت الجبلية عن شروط الانسحاب وجاءت كالتالي: يعتبر الفريق منسحبا في الحالات التالية: 1. إذا انسحب من المسابقة بعد إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم جدول للمباريات. 2. إذا تأخر عن حضور أي مباراة رسمية لأكثر من 20 دقيقة عن الموعد المحدد لبدء المباراة. 3. إذا امتنع عن الذهاب لأي مباراة. 4. إذا غادر الملعب قبل نهاية المباراة. في حال انسحاب أحد الفرق من المسابقة أثناء الموسم وقبل أن يلعب جميع مبارياته في الدور الأول يتم إلغاء كافة نتائج الفريق. وفي حالة انسحاب أحد الفرق من المسابقة أثناء الموسم وبعد أن يلعب جميع مبارياته بالدور الأول مع إلغاء نتيجة أي مباراة خاضها بالدور الثاني. وفي الحالتين يهبط الفريق المنسحب مباشرة إلى أدنى درجة مع توقيع العقوبات التي يقدرها مجلس إدارة اتحاد الكرة. يتم تقليل عدد الفرق الهابطة ليكون إجمالي عدد الفرق المنسحبة زائد الفرق الهابطة 3 فرق. غرامة وخصم نقاط عقوبات منتظرة على الفريق المنسحب. في حال انسحاب أي فريق من خوض أي لقاءات طبقا للحالات الموضحة في هذا البند يعتبر الفريق المنسحب مهزوما بنتيجة 3-0 ويخصم من رصيده 3 نقاط إضافية تخصم على الفور بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 1,000,000 جنيه. ويحق للجنة المسابقات تحويل الأمر للعرض على لجنة الانضباط إذا رأت ضرورة لذلك. في حال انسحاب فريق في أكثر من مباراة خلال الموسم يعتبر الفريق منسحبا من المسابقة ويهبط إلى أدنى درجة وتوقيع عليه عقوبات يقدرها مجلس إدارة اتحاد الكرة. يستثنى من تطبيق أحكام تلك البند 5 حالات القوى القهرية التي تقدرها إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم. الأهلي يضحي بأجاييه بسبب جيرالدو ورغبة موسيماني في مهاجم سوبر. تبحث إدارة الكرة داخل النادي الأهلي كافة الطرق من أجل التوصل إلى حل لرحيل الأنجولي جيرالدو داكوستا مهاجم النادي الأهلي للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد في الميركاتو الشتوي القادم لدعم صفوف الفريق الأحمر بالموسم الجديد، حيث يرفض جيرالدو الرحيل عن الفريق نهائيا أو الخروج على سبيل الإعارة متمسكا بالحصول على قيمة باقي عقده مع الأهلي لمدة 3 سنوات مقبلة والتي تقدر ب40 مليون جنيه، الأمر الذي منع إدارة الأهلي في التعاقد مع مهاجم جديد في الميركاتو الصيف المنصرم. واستقرت إدارة النادي الأهلي بشكل نهائي على التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي، حيث تفاوض إدارة النادي اللاعب سيرينو مهاجم صن داونز، بينما تبحث إدارة التعاقدات بالنادي عن مهاجم آخر تحسبا لفشل صفقة موسيماني في ظل مغالاة صن داونز ورفضهم التخلي عن خدمات اللاعب، وفي ظل تعنت جيرالدو واستقرار الإدارة على التعاقد مع أجنبي جديد. كشف مصدر من داخل الأهلي أن رحيل النيجيري أجاييه مهاجم الفريق سيأتي آخر الحلول أمام الإدارة من أجل التعاقد مع مهاجم جديد في الميركاتو الشتوي. وتابع المصدر أن بيتسو موسيماني المدير الفني رحب ببيع أجاييه حال استمرار تعنت جيرالدو، وذلك نظرا لرغبة المدرب الجنوب أفريقي في التعاقد مع مهاجم سوبر في الميركاتو الشتوي. وأشارت المصادر إلى أن مسألة رحيل أجاييه لن تكون صعبة في ظل تلقي اللاعب عدد من العروض الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما سينعش خزينة النادي حال بيع اللاعب. وتم الأهلي لن يبيع أو يفرط في أجاييه قبل أن تقوم إدارة النادي بالعديد من المحاولات مع جيرالدو من أجل رحيله عن الأهلي. الأهلي يفوض لاباكوجا ومصدر اللاعب يرحب. في نفس السياق كشف مصدر مطلع من داخل الأهلي عن أن هناك تحركات مكثفة في الفترة الحالية للتعاقد مع التوغولي لاباكوجو مهاجم فريق العين الإماراتي لدعم هجوم المارد الأحمر. وقالت المصادر إن إدارة الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب استقرت على اسم لاباكوجو مهاجم منتخب توجو والعين الإماراتي للتعاقد معه لدعم هجوم النادي في الفترة المقبلة، وذلك بعد تراجع مستوى مروان محسن مهاجم النادي الحالي. وأوضح أن إدارة الأهلي بدأت بالفعل في جس نبض المهاجم التوغولي لضمه في الفترة المقبلة لتدعيم الفريق بمهاجم من العيار الثقيل، لافتا إلى أن لاباكوجو يرحب بالانتقال بشدة للأهلي. واختتم بأن الإدارة عرضت على الجنوب أفريقي موسيماني ضم لاباكوجو وهو ما رحب به المدرب على الفور وطالب بضمه في أقرب فرصة، مؤكدا أنه الأنسب للفريق في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك تحركات كبيرة من الأهلي لضم المهاجم التوغولي. وفي الختام مشاهدينا ما تنساش تعمل دعم للفيديو بلايك، اشترك في القناة وفعل جرس الإشعارات. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.